السلام عليكم. سيت اب جديد. الدنيا النهارده حلوه، مفيش مطر. يا دوبك في شمس، بس شمس كدابه شويه، في نور يعني حلو يعني. فقلت ايه قشطه، طب ما تيجي كده نستغل الوضع ده ونصور بره بدل المكان الضيق بتاعنا. ثانيه واحده، ما ينفعش نحكي من غير كوبايه الشاي وتيشيرت ليفربول طبعا. ازيكم عاملين ايه؟ حلقه جديده، موضوع جديد. صراحه في كذا سؤال جالي كده. حط بس الشاي هنا عشان نعرف نحكي. تصدق الشاي ده محتاج شويه نعناع؟ ثانيه واحده. مراتي زرعه نعناع فريش جوه عندنا في البيت. بما اني راجل كيف شاي يعني، فهي ايه، عملت لي الموضوع ده كهديه يعني. ف... فالواحد بيستغله بقى ان هو ايه، يشرب شاي بنعناع فريش. طيب يمكن انت خدت بالك من الصامبنيل اللي موجود على اليوتيوب يعني، وبيتكلم ان هو السؤال المهم هو انجلترا هتشغلك ليه؟ مش قصدي ان هو انجلترا هتشغلك ليه بمعنى ان هو انت ايه اللي هتقدمه لانجلترا عشان تشغلك، ولكن قصدي انت محتاج ايه عشان تعرف تشتغل. هو ايه مدى او صعوبة الحصول على جوب في انجلترا، وايه هي الكومبيتيشن ليفلز. والله ببساطة شديدة انا ممكن اجاوبك على السؤال ده واقول لك قشطة، تعالى اجيب لك الكومبيتيشن ريشيو، واقول لك مثلا ان التريننج البيدياتريكس الكومبيتيشن ريشيو بتاعته 3:1، بمعنى ان كل 3 بيقدموا بيتاخد منهم واحد، او 2 ساعات بيبقى 2:1، يعني كل 2 بيقدموا بيجي يتاخد منهم واحد. الارقام دي ساعات انا صراحة لما كنت بدور على الموضوع ده كنت بحس ان الارقام دي ما بتاكلش معايا. يعني بمعنى ان هو انا تمام 50%، طب انا ازاي ابقى من ال 50% اللي هيتاخدوا في التريننج؟ تمام. فانا شايف بصراحه ببساطه شديده انك انت لما تيجي تفكر مش بس على البيدياتريك، يعني هو الفكره انا بتكلم من البيدياتريكس بسبب اني انا اصلا بيدياتريك تريني، فدي حاجه انا جربتها واشتغلت فيها، فانا عارف مش محتاج ان انا يعني حاسس ان انا لو اتكلمت على حاجه ما اعرفهاش احس ان بيبقى فيها سنه فاتي شويه، مع اني بفتي كتير يعني. ده ما يمنعش ان انا راجل بحب الفاتي الصراحه، يعني عشان الناس اللي ايه اللي ممكن تمسك عليا كلام. بس هو حقيقه للحق يعني اسهل حاجه انك انت ممكن تعملها هو انك انت تكون عارف ان احنا اتكلمنا قبل كده ان في فرق بين السيرفيس جوب والتريننج جوب في الفيديو اللي فات. لو حابب تعرف الفرق ممكن تتفرج على الفيديو اللي فات. لكن في المره دي هنتكلم عن شقين. هو شق التريننج، ان انا لما اجي اقدم على تريننج ايه مدى صعوبه التقديم على تريننج بدون دخول في اي ارقام statistics او حسابات هتبقى معقده ومش مفهومه. خلينا نتكلم ببساطه شديده ازاي اعرف مدى صعوبه الدخول تريننج. طبعا لازم تكون عارف ان اي تريننج بيبقى اورجنايزد عن طريق الرويال كولج بتاعه التخصص نفسه. اعتقد ان ده معظم التخصصات، ولكنني ارجع واقول لك تاني انا بتكلم على البيدياتريكس. ممكن يكون في حاجات مختلفه شويه من تخصص الاخر، ممكن تبقى ترجع لها، بس انا هديك المين بوينت. طيب هو بالنسبه للتريننج احنا قلنا ان هو بيفتح كل سنه. بالنسبه للبيدياتريكس فهو غالبا التريننج لو انت هتجوين من اس تي 3 فهو بيفتح في حوالي نوفمبر. كل سنه في نوفمبر بينزل اعلان بيقول يلا يا جماعه الناس اللي عايز تخش التريننج تبتدي تقدم على التريننج. بتقدم ازاي؟ بتقدم عن طريق موقع اسمه اوريال. انت بتعمل حاجه اكونت عليه. معلش بس ناخد كوبايه شاي. وبعد كده تبدا تكتب السي في بتاعك او الابلكيشن بتاعك اللي على على اوريال. طيب بعد ما عملت الابلكيشن على اوريال بتبتدي تكتب، بيبقى فيه اسئله بتجاوب عليها بطريقه هقول ان هي زي باراجرافز كده. بيبقى المفروض ان بيبقى فيه وورد كاونت لكل باراجراف. المفروض ان كل باراجراف فيهم عليه وورد كاونت 50 كلمه. تمام. بيبقى الاسئله عباره عن ايه؟ بتبقى غالبا 6 او 7 اسئله. احنا ممكن نفتح السكور سبيسيفيكيشنز عشان نبقى برضو بنتكلم يعني بحاجه واضحه بدون ما احنا نعتمد على الذاكره. انت كل اللي انت هتعمله ان انت تدخل على اللوير كوليج او تكتب اس تي 3 بيدياتريك تريننج. هيظهر لك ال اس تي 3 ابلكيشن جايد، ممكن تدخل تقراه، بس انا اللي يهمني. تمام.
لو انت دخلت على اس 3 ابلكيشن سكورينج فريم ورك، هنبتدي كده ببساطه شديده. هتعرف ان اول حاجه فيها هو احنا دلوقتي هنابلاي من اس 3. تعالى بس نرجع كده خطوه ورا. لازم تكونوا عارفين ان احنا عندنا تو انتري بوينت للتريننج في انجلترا. الانتري بوينت الاولاني هو اس تي 1، وده للناس اللي خبرتهم في البيدياتريك سواء كان جوه انجلترا او بره انجلترا ما تعدتش ال 24 شهر، يعني الناس اللي هم حاليا في امتياز وعاملين حسابهم ان هم يسافروا او ان هم هيقدموا على تريننج ولسه يا دوبك في سنه اولى نيابه او في امتياز، فدول يقدروا يقدموا على البيدياتريك تريننج. لكن الناس اللي الاكسبيرينس بتاعتهم عدت ال 24 شهر، يعني الناس اللي هم خلاص خلصوا النيابه البيدياتريك بتاعتهم، الناس اللي شغالين في الخليج، الناس الاخصائيين في التخصص بتاعهم، المدرسين المساعدين، كل دول هيبقى الانتري بوينت بتاعهم اس تي 3. طب نرجع بس لنقطه ثانيه، الفرق بين اس تي 1 واس تي 3. اس تي 1 از سبيشالتي تريننج يير 1، في حين ان هو اس تي 3 سبيشالتي تريننج يير 3. التريننج كله على بعضه 7 years، يبقى اللاست يير قبل ما تبقى انت خلصت تريننج اسمها اس تي 7 او سبيشالتي تريننج يير 7. يبقى انت بتختصر سنتين لو انت داخل من اس تي 3، لو انت داخل من الاول فانت قدامك 7 سنين. كوبايه الشاي معلش. طيب بناء على، خلي بالك السكور شيت او السكورينج سيستم بتاع اس تي 1 يختلف عن اس تي 3. هو نفس المين فريم، ولكن الفرق ان هو في اس تي 3 بتبقى فيه حاجات اصعب شويه وفي ليفل اعلى شويه. حاليا معظم الناس اعتقد، يعني معظم الناس بتقدم على اس تي 3. اس تي 1 ده بيبقى للفريش جرادويت، وان كان يعني هو وارد. طيب انا هتكلم من الاس تي 3 لان هو ده المور ريليفنت وده المور كومن يعني. طيب اول حاجه بيقول لك ان هو عندك additional qualifications. يبقى انت لو بصيت على اول حاجه وهو الاديشنال كواليفيكيشن، وهو هل في additional qualification زي الماستر ديجري لو انت خدت اي بوست جرادويت سيرتيفيكت او بوست جرادويت دبلومه، لو انت خدت دي يبقى معاك نقطه، لو انت معاك ماستر ديجري معاك نقطتين، لو انت عندك ام دي يبقى ده 3 نقط. يبقى كده كده انت معاك 3 بوينتس على جنب انت تحطهم على السكور بتاعك. بعد كده الكلينيكال سكيلز، هو بيبتدي يسالك سؤال ويقول لك كلمني على الكلينيكال سكيلز بتاعتك. الكلينيكال سكيلز دي هي كل الكلينيكال سكيلز اللي المفروض انك انت بتمارسها او بتستخدمها اثناء شغلك في البيدياتريكس. وده مش بس عشان بس الناس تكون عارفه، مش هو بس البروسيجرز، كل الكلينيكال سكيلز مهمه. يعني انا الكلينيكال سكيلز البسيطه اللي هي تركيب الكانيولا، سحب البلادز، اي بي جي، الفنتيليشن، بالنسبه للنيونيت اليو في سي، اليو اي سي، كل الحاجات دي مهمه. ولكن برضه في حاجات تانية اهم، زي مثلا فكره الاستابلايزيشن نفسه بتاع عيان ازماتكس او عيان الدي كي اي. كل دي تعتبر ضمن الكلينيكال سكيلز مش بس البروسيجرز. الناس بتتخيل ان لما اجي اتكلم عن الكلينيكال سكيلز فانا محتاج اتكلم عن البروسيجر بس انا لما اشخص عيان ان هو شوكت وابتدي اركب له لاينز، وابتدي بعد كده استارت معاه اينوتروبس واتيب العيان ده واحطه على فنتيليشن واشتغل معاه ووين من الفنتيليشن واكستيوبيشن ووين الاينوتروبس، كل دي كلينيكال سكيلز، دي تعتبر ضمن الكريتيكال كير بتاعه او الكريتيكال اي سي يو سكيلز. طبعا حاجات النيونيت مهمه جدا، بتبتدي انت تكتب وتقول في السؤال ده انا بعرف اشتغل كذا وكذا وكذا. طيب ثالث سؤال هو ايه؟ هو الكلينيكال اكسبيرينس والريفليكشن عليها. طيب الكلينيكال اكسبيرينس عباره عن ايه؟ الكلينيكال اكسبيرينس هو شغلك كله في البيدياتريكس، انت اشتغلت ايه وعملت ايه. الناس هنا بتحب ان انت تفصص قوي، يعني انت مثلا لو كنت مدرس مساعد مثلا في جامعه، او انت كنت اخصائي مثلا وشغال ماسك عنايه، فانت لما تيجي تتكلم عن كلينيكال اكسبيرينس ما تقولش انا والله كنت شغال سبيشالست بيدياتريك في مستشفى كذا. لا، هم بيحبوا يقول ايه؟ انا اثناء شغلي كاخصائي او كمدرس مساعد في مستشفى او جامعه كذا، انا كنت بعمل الاتي 1 2 3 4. 1 2 3 4 دول ما تتخيلش ان هو مهم قد ايه تشرح فيهم التفاصيل، بمعنى ان انت محتاج تقول انا كنت بمر على عيانين، كنت بحط التريتمنت بلان، كنت بتكلم مع الاهل واوصل لهم المعلومه، كنت تبتدي تفصل كل حاجه. مش بس تقول والله انا كنت شغال اخصائي وانا كنت مش عارف. مثلا لو انت شغال مدرس مساعد وكنت بتشيل نبطشات استقبال، او يعني انت كنت مسؤول عن الاي ار او الاستقبال او الامرجنسي او ايا كان المسمى بتاعه، والله احنا كنا بنشوف حوالي 100 حاله في اليوم مثلا. انا عارف ان استقبالات مصر يعني بيبقى فيها ارقام اكتر من كده بكتير، بس احنا كنا مسؤولين عن مثلا، لا احنا مسؤولين عن استقبال بيغطي مثلا تعداد السكان، وتقول تعداد السكان في المنطقه دي قد ايه، وخلال اليوم الواحد كان متوسط عدد العيانين كنا بنشوفه قد ايه. كان رينج العيانين دول كان بيتراوح من كذا، عيانين التشيست، عيانين الكارديوفاسكولار، عيانين الاندوكراين، وتقول مدى او قد ايه انت كنت اكسبيرينس في الشغل ده. كل ده بيخليك تسوق نفسك كويس وتبين لهم انك انت كنت experienced and competent pediatrician، وده بيديك نقط اكتر بكتير. طبعا انت لو بصيت على السكورنج هيقول لك no relevant clinical experience، ده بيبتدي زيرو لحد اعلى حاجه وهي الفور بوينتس اللي هو عندك good experience in pediatrics، وشرحتها كويس جدا. رقم 4 وهي الكواليتي امبروفمنت بروجكتس والاوديتس، عملنا فيديو لوحده عنهم، ممكن ترجع برضو تشوفه وتعرف قد ايه الاوديتس مهم. لو انت هيبتدي يقسم لك برضو كل حاجه بتبتدي من صفر والماكسيمم بتاعها 4. صفر نو اكسبيرينس ات اول، 4 ان انت عملت حاجه
مؤثره وقويه وكنت الليد بتاعها، انت كنت المسؤول عنها في كل حاجه، والحاجه دي قدرت ان انت تغير بيها او تعمل بيها امبروفمنت في البراكتس بتاعكم. 5، ودي من الحاجات المنسيه جدا، وهي ليدرشيب. الليدرشيب من الحاجات اللي الناس يعني بتشتغلها في مصر ببساطه شديده جدا، وبتشتغلها كتير جدا، ورغم كده ما بتبقاش مدركه قد ايه الموضوع ده مهم. الليدرشيب يعني ممكن يبقى زي ان انت مثلا تمسك الجدول بتاع النواب، ده ليدرشيب. زي ان انت تنظم كونفرنس، ده ليدرشيب. زي ان انت تبقى ماسك مثلا النائب الاداري. النائب الاداري هنا مهم جدا، وده حاجه معترف بيها. يعني انت لو بقيت النائب الاداري في وقت من الفترات، وايه انواع المشاكل اللي انت حلتها، وقد ايه كنت كوميتد للموضوع ده، كل ده بيديلك بوينتس كويسه جدا. الليدرشيب مهم جدا، ومهم از بيديتيشن، لانك انت لما ربنا يكرمك وتبقى كونسلتنت، فانت هتليد التيم، وانت اللي هتبقى مسؤول عن حاجات كتيره. فهم محتاجين يعرفوا قد ايه انت عندك الليدرشيب دي، وقد ايه انت اشتغلت عليها. في حاجه مهمه جدا برضو كويس انا افتكرتها دلوقتي، وهو فكره الريفليكشن. يعني ايه؟ يعني هو مش بس عايزك تقول له انا والله اشتغلت كذا وكذا وكذا، هو بيحب برضو ان انت ترفلكت ازاي تبروجريس الموضوع ده. بمعنى ان مش كلنا اتولدنا سوبر هيروز، احنا كنا ممكن في ناس مثلا كان عندها مشكله شويه في الكوميونيكيشن، كان في ناس عندها مشكله شويه في الليدرشيب. فهو لو انت مثلا تيجي تقول والله انا كنت في البدايه ماسك جدول النواب، ده مثال بسيط، وخلال الفتره دي انا كنت بواجه مشكله ان انا ازاي اظبط الاجازات، وبعد كده حليت الموضوع ده باني انا مثلا خدت كورس ليدرشيب. واي كورس اونلاين حتى لو فور فري يعني هيبقى ادز بوينت تو ان انت فعلا كوميتد ان انت تبروجريس. وبعد كده بدات اطور الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتي مع الكوليج، وبدات اخد ادفايس من الكونسلتنت بتاعي. وبعد كده في اخر الشهور اللي فاتت من الفتره اللي انا كنت ماسك فيها الجدول، بدات الناس يعني تقول اني انا فعلا كنت بقدر اوفر لهم كل متطلباتهم في الجدول بتاعهم. وفي نفس الوقت خدت كذا جود فيدباك ان انا فعلا كنت بسمع الكوليجز وبحل مشاكلهم، وان انا كنت ويلنج ان انا اساعدهم. فانت كده اديت له ليدرشيب اكسبيرينس قويه جدا تساعد او تعرفه ان الشخص ده مش بس هو عنده الموهبه، ده كمان هو عنده الاستعداد ان هو يطورها. بعد كده الاكاديميك ريسيرش، هو اللي انت لو عملت ريسيرش، ومعظم الناس اللي عاملين ماستر غالبا بيبقوا عاملين ريسيرش، والريسيرش ده برضو نفس القصه، من 0 نو ريسيرش هتقول 4 لو انت عامل بابليكيشن كويس في الريسيرش ده في جود امباكت جورنال. طبعا معظمنا بيبقى ناشر حاجه ناشونال، ده بيديك على الاقل 3 بوينتس، بس وجود الريسيرش او الانفولفمنت في الريسيرش مهم جدا، وبيديك بوينتس كويسه خالص. فهم دول تقريبا الست حاجات اللي انت بتكتب فيهم او بتكمبيت عليهم، وهم رقم 1 الكواليفيكيشنز، رقم 2 الكلينيكال سكيلز، رقم 3 الكلينيكال اكسبيرينس، رقم 4 الاوديت والكواليتي امبروفمنت بروجكت، رقم 5 الليدرشيب، ومن ضمنها طبعا التيتشنج. خلي بالك انا ما قلتش الحته دي، التيتشنج وليدرشيب. التيتشنج دي كان حاجه قبل الاوبن ستيتمنت. التيتشنج بقى مهم جدا برضه. التيتشنج ده نفس الكلام، لازم تبقى عملت تيتشنج. والتيتشنج ده بيبقى بسيط جدا، من مجرد انك انت كنت معاك نواب جونيور شرحت لهم حاله وانتوا اثناء الراوند، ليه انك انت اورجنايزد سيمينار او كونفرنس على مستوى مصر. طبعا احنا معظمنا شارك في مؤتمرات، معظمنا ممكن يكون قال توكس، اللي ما قالش يحاول يقول توكس. اعتقد الموضوع سهل جدا، الحاجات دي بتبقى فيري يوسفول، وبتساعدك جدا في ان انت تاخد بوينتس. لو انت عملت يوم علمي في القسم بتاعك، ده بيديك بوينتس. لو انت عملت على مستوى المستشفى، لو انت عملت على مستوى مثلا نواب الاطفال، على مستوى مثلا القاهره كلها، دي تعتبر حاجه ناشونال. لو مثلا لو اي كونفرنس، مثلا اي كونفرنس من الكونفرنسز اللي بتحصل في مصر كلها، مجرد انك انت تقول برزنتيشن او توك، فده بيدي لك بوينتس كويسه جدا. التيتشنج مهم جدا يا جماعه، ما حدش ينساه، ومحتاج ان احنا دايما نبقى عارفين احنا بنعمل حاجات كتير اثناء شغلنا، بس الفكره انك انت ازاي تعرف تبريزنت الحاجات دي وانت بتقدم على التريننج. طيب ده بالنسبه للتريننج. انا حسيت ان انا كنت ناوي بصراحه اعمل فيديوهين، فيديو عن كنت ناوي اعمل فيديو واحد قصدي هشرح فيه كله التريننج والسيرفيس في نفس الوقت، بس حسيت ان الوقت طول شويه، مش عايز اعمل فيديو طويل. فده ببساطه شديده التريننج المفروض انك انت بتاخد سكور بوينت على الابلكيشن اللي انت كتبته، وبعد كده بيبتدي السكور ده. المفروض ان هم مثلا عاملين زي نظام التنسيق في الثانويه العامه، بمعنى ان هو دلوقتي بيشوف مثلا كم واحد مقدم، وانا محتاج اخد كم واحد، وبشوف مثلا رقم ال 50 او 60 اللي انا مقدم عليه، والمفروض ان انا الشخص ده يبقى هو الكات بوينت بتاعي. اي حد فوقيه هيتقبل ويروح للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الانترفيو، واي حد تحتيه هنقول له هارد لك وقدم السنه الجايه. يعني تقريبا الرقم بيبقى كام؟ هو الرقم بيلعب في رينج الخمسينات، يعني انت لو 50 وما فوق فاذا انت عندك فرصه كويسه. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ببساطه شديده ادخل على اس تي 3، اكتب كده في جوجل سيرش اس تي 3 بيدياتريك تريننج سكورينج شيت، وابتدي نزل السكور شيت ده وشوف نفسك عامل ايه
الحاجات اللي انت عاملها في كل نقطه فيهم، والحاجات اللي حضرتك مش عاملها او حاسس انت عندك ديفكت فيها تبتدي تشتغل عليها. انا مش عامل اوديت، ده هيديني 3 بوينتس او 4 بوينتس، اذا هشتغل عليه. انا مش عامل تيتشنج، ابتدي ادور على تيتشنج، ادور على مؤتمر. انا مش عامل ليدرشيب ومانجمنت، ما مسكتش الجدول بتاع، ما مسكتش الروته بتاعت النواب، ما مسكتش تنظيم مثلا التيتشنج بتاع. يعني فكره انك انت لو بتماسك جدول التيتشنج بتاع، لو في مثلا ميتنج اسبوعي او تيتشنج اسبوعي، انت المسؤول عن تنظيمه وبتجيب الناس وتخليهم يحضروا البرزنتيشن او الباوربوينت وابتدي يقولوا، وانت مسؤول عن كل ده. ده كله ده يندرج تحت الليدرشيب والتيتش والمانجمنت. فطبعا تبتدي ببساطه شديده تشوف الحاجات اللي موجوده عندك واللي انت عاملها وكويسه وتحطها، والحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها لازم اتليست تبقى عامل حسابك انك انت تجيب 60 بوينت او 60 نقطه في الاوفرول بوينتس. لو حاسس ان انت في حاجات ناقصاك اشتغل عليها عشان تبقى جاهز لما تيجي تقدم في النكست تايم في التريننج. طيب ده بالنسبه للتريننج. سيرفيس جوب ليه فيديو خاص، هندخل على سايت الاعلانات بتاعه الجوبس او الادز بتاعه الجوبس في UK، نبتدي ندور ونعرف ازاي نقدم، وازاي كمان نكتب سي في كويس عشان نعرف نظبط السيرفيس جوب بتاعنا، ونعرف ايه هو الجوب ريكوايرمنت والجوب ديسكريبشن، وازاي نقدر نستخدم الحاجات دي في ان نكتب سي في او ابلكيشن يخلي الشخص اللي بيقرا الابلكيشن ده يعرف ان الشخص ده فعلا كويس للجوب، وابتدي اعرض عليه او اوفر هيم انترفيو للجوب بتاعتي. السلام عليكم.